اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير والخير يا رب العالمين. نودكم وما نشهيكمش. عملت لكم طاولة اليوم متنوعة بأفكار بسيطة وخفيفة وظريفة وفي متناول الجميع والناس الكل تحبها. الطبق الرئيسي عملت كسكسي تونسي بالعلوش ومحرحر موزوز، وعملت معاه شربة عدس. كيف ما تشوفوا عملت فخاخ محمرة في الفور، سلطة بلانكيت مع سلطة مشوية، الطاجين تونسي بالزيتون، عملت خبز نخالة، وعملت بطبوط محشي هذا الفريكاسي وخبز مبسس. أفكار ما شاء الله، نودكم وما نشهيكمش. وهذيك سلطة بلانكيت حبيت نعمل هكا، عملت أفكار متنوعة وانتم تقرروا تنجموا تعملوها الكل مع بعضها، والما ينجمش يعمل كل نهار أحويج. هذا الكسكسي متاعي ما شاء الله تبارك الرحمن. كانوا عندي ضياف يحبوا الفريكاسي ويحبوا هكا، قلت طيب خليني نوع لهم شوية شوية، وسورتو الكسكسي. أول ما كان عجبتكم الأفكار يلا تابعوا معي الفيديو وشوفوا معي. أول ما بديت عندي قرينة فلفل، خذيت حلو وحار نظفتهم بالكدا ومسحتهم وحطيتهم في الفور. من بعد ما طابوا الفلفلات مشيت حضرت هاوكا خرجتهم من الفور. حبيت ديريكت نقصر لكم الفيديو باش ما نطولش عليكم. كعبة طماطم، كعبتين بصل وثوم وحطيتهم في الفور يطيبوا. لأن خذيت المقفول متاعي ومش نعملوا الصوص متاع الكسكسي متاعنا. كالعادة نقلي قرينة الفلفل من الأول. أول حاجة ما نقعدش نعمل مقلة ونقلي فيهم، وثاني حاجة يسيبوا بنة بنينة في الزيت. راه كي تقليهم يعطيو بنة ما شاء الله. بعد ما قليت الفلفل متاعي خذيت 2 راس بصل متوسطين، رحيتهم رحيان وباش نحطهم في نقليهم جيست شويه، نحركهم ونحط عليهم اللحم متاعي. نجموا في بلاصه العلوش تحطوا دجاج، تحطوا بقري، تحطوا اللي متوفر عندكم انتو. لنا باش نقعد نقليهم نحركهم ونخليهم ياخذوا راحتهم يتقلوا بالكدا. اني ديما نعتمد على التقليه. شوفوا كتبدل اللون نتاعهم، خليتهم على نار هاديه خذوا راحتهم. خذيت راس حانوت، كركم، فلفل اكحل، قليل وزعتر والملح، وخذيت الفلفل الاحمر. وشفتوا ليك اللحم سيب الصوص نتاعو مع البصل. قعدت نقلي وما يتحرقوش، ورميت قرن فلفل شايح هكا احمر يبنن. لان عندي هريسه مغرفه عربي مفوره، الهريسه مفوره. وخذيت مغرفتين طماطم بريسك كونسونطري، ومغرفه ما يقدر مغرفه يعني طوماط كونسونطري، هي الطوماط الليكيد. ثبتولي في الصوص. شفتوا الزيت يعوم، يعني الزيت إذا تشوفوا الصوص كيف هكا خاثرة ومتخلطة الفاحات مع الزيت ويبدأ يعوم، راهي باش يجيكم كسكسي بنين. هذه تأكدوا منها. رميت كعبات السفناري قصيتهم من الأولى خاطر اللحم صغير في ساعة ما يطيب ما ياخذش برشا وقت. ومرقت لنا باش نمرق بالكدا ونخليه يطيب في عقله. الحمص من بعد خاطر عندي نص طياب ما نرميشو توا، خليت كسكسي تبع على روحي ومشيت عملت عجنة متاع الفريكاسي والبطبوط. صدق اني هبط لكم العجنة ديجا في الفيديو دغنيغ مومون، كاين يعني موجود بالتفصيل الباط. اني ما حبيش نعطيكم بالتفصيل. عملت دي بول متاع بطبوط وعملت الفريكاسي، ولنا باش نحلهم ونخليهم يخمروا. هذا البطبوط حبيت نوريكم كيفاش نحلو بالقلقال، هيك عملتهم كبر شويه باش ما يجونيش صغيرات، يعني ساندويتش معتبر. حليتهم وخليتهم وحضرت الكسكسي متاعي وخليته يفور. والكسكسي زاده ما وريتكمش، ما خليته يفور وكل شيء هاكا تفور ما شاء الله. لنا هبطته باش نبردو ونحلو من بعضه. ولنا وريتكم باش نرمي البطاطا. عندي عملت كعبه بطاطا حلوه، وعملت كعبات بخسك 3 ولا 4 بطاط عاديه. حطيتهم وتوا لنا باش نهبط الكسكسي نتاعي باش نعملو زيت زيتونه ونركحلو امور الكل. وبعد ما حضرت كملت حطيت القرع ايتو وحضرت الصوص باش نسقي معاكم. ناخذو توجور من فوقك الصوص هكا، سوا مكرونه سوا كسكسي سوا روز، ديما ناخذو الصوص هكا نتاع الزيت باش تعطينا الكولور الذهبي. نخلطو به الكسكسي مره الاولى ومن بعد نبداو نسقيو.
لأن استعملت الصوص الكل متاعي. شفتوا عملت كيلو كسكسي، ما عملتش برشا، واستعملت الصوص الكل صبيتها وخليه يرتاح شوية تا يشرب الصوص نتاعو. نحيت عود القرنفل، ديما الكسكسي نرمي فيه العود القرنفل ويعطي راهو بنا ما شاء الله. ومن بعد ما سقيته باش نحطه في الطبق التقديم متاعي، خذيت زوز اطباق كيف بعضهم وباش نحطهم ونزينهم. نحط عليهم الخضرة الكل، نحط الكسكسي غادي، وبعد نتعدى الحاجة أخرى. كملت حطيت اللحم، كملت بقرينات الفلفل اللي قليتهم، ولنا سلطة مشوية بعد ما خرجت خليتها تستقطر بالكدا بالكدا هاكا. استقطرت باش نبدلها في بول أخرى، في غيسبيون أخرى، ومش نمشي نرحها هاوكي. حتى من الطماطم هاوكا استقطرت وخذت راحتها، يعني كلهم شايح باش الماء راه يقرصها، لأن هاوكا زدت خليتها تستقطر. بعد ما رحيتها شوفوا لي اللون ما شاء الله تبارك الرحمن، تعشى قصل وشات بنينة موزوزة وحارة. الضيف يحبوا الحار، دونك عملت زودت شوية كل شيء حار، لأن خمر لي الفريكاسي والبطبوط هاوكا. شفتوه كيفاش خامر ما شاء الله. باش نمشي بديت نقلي في الفريكاسي وممتون قعدت نفوح في السلطة مشويه متاعي بزيت زيتون وملح، لان راني حبيت الكسكسي مازال ما طابش، مي اني حبيت نحطه لكم من الاول مع بعضه باش ننظم لكم الفيديو. مي وممتون راني نطيب فريكاسي، نعمل في السلطة مشويه، نطيب في الكسكسي كله مع بعضه، ونعمل في الخبز وممتون نعمل في سلطة بلانكيت. وصورتكم سلطة بلانكيت صورتها لكم قبل. ونعمل فك البطبوط، كل شيء مع بعضه، يعني يد منا ويد منا. وهذا البطبوط نتاعي حطيته على بلاك، صدقوني البلاك هذه كي تلقاوها خذها راهي روعة، يعني سواء محاجب مسمن راهي كونتيتي، يعني تطيب لكم في ساعة خير من المقلة. لأن هكا وقفتهم هكا باش نحاول نطيبهم من الجناب، ونقعد ندور فيهم شوي شوي، ما باش يركحوا لي كاليتهم بسباتو، وقعدت ندور فيهم حتى طيبتهم الكل هكا من الجناب. وشوفوا لي خمروا ما شاء الله وجاو روعة وبنان الله يبارك. اني نعطيكم الافكار وانتوما تكملوا. هذا الفريكاسي والبطبوط متاعي عملت كيلو، جابوا لي كيلو هاي شكخوا كيلو ولا كيلو ونص ما شاء الله، جابوا لي الله يبارك. هاكا شوفوا لنا بخسك 14. وهذا كسكسي عاود صورته لكم بعد ما حضر. نودكم ما شهيكمش مع سلطة البلانكيت. زدت سلطة بلانكيت بسم الله ما شاء الله. طيبت الخبز نخلص بقابت لكم الفيديو. طيبت طيبت لا اله محمد رسول الله، طاجين تونسي بالزيتون، وهذيك سلطة مشوية سلطة بلانكيت. وكانت هذه طاولتنا، نودكم وما شهيكمش. وعملتك عندي خبز نخالة بيت، عملت البيتزا، وعملت فخاذ الدجاج في الفرن محمر، جاع شيء عشق ما شاء الله تبارك الرحمن. كان عجبتكم الفكرة ان شاء الله بارطاجيو لي الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي جيم سابوني. بارك الله فيكم، ونتلاقاو ان شاء الله في افكار جديدة وبسيطة. بسم الله ان شاء الله، والى الملتقى في فيديو جديد.